تخيل جيشا يواجه مئات الآلاف من المقاتلين والفيلة الضخمة، وقائده لا يستطيع الوقوف على قدميه. نحن الآن في قلب معركة القادسية، أعظم صدام عسكري في تاريخ الإسلام. هنا وقف سعد بن أبي وقاص أمام تحد مستحيل، فجسده كان يعاني من العرق والدمامل لدرجة أنه لم يستطع ركوب الخيل أو حتى الجلوس، لكنه لم ينسحب. نصب له سرير فوق حصن مرتفع يطل على الساحة ليدير المعركة بعبقرية القائد الفذ. كان يكتب الأوامر ويرسلها بالمنادين ليوجه الصفوف ويواجه فيلة الفرس المرعبة التي كانت تدهس كل ما يقابلها. 4 أيام من القتال الضاري، والدم لم يتوقف لحظة حتى جاءت البشرى. قتل رستم وهزم الفرس. بذكاء سعد وشجاعة جنوده تحطم عرش كسرى، وسقطت أسطورة الإمبراطورية الفارسية إلى الأبد. لكن هل تصدقون ما فعله سعد وخيوله عند نهر دجلة؟ انتظروا الفيديو القادم لتروا المعجزة التي لم يصدقها الفرس.